السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هاني؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. نتوما تشوفوا هذا الفيديو معكم زياد. اليوم البنات جيت نشارك معكم واحد الحفله ديال عيد ميلاد ديال ولدي ان شاء الله باذن الله، وجيت نشارك معكم حتى مملحات، واحد الشكل ديال 4 المملحات. هنا يا البنات غنوريكم بالضبط شنو دايره في عجينه ان شاء الله باذن الله يا ربي. هنا يا البنات عندي كيلو ديال الفورص، غادي نغطي دابا تعجن ليا. عندي 4 كاس ديال الزيت، 4 كاس ديال سنيده، بيضه وحده، معلقه كبيره ديال الزبده، باكيه وحده ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه. وغندفي البنات غادي نعجن بالحليب، غندفي الحليب شويه. وسمحوا لي زربت لكم الفيديو شويه حقاش باش ما يجيكمش الفيديو طويل. بالنسبه للحليب البنات دايره اطرو ديال الحليب وعلى حسب الخليط. كاين بعض الدقيق تيشرب الماء، كاين اللي الدقيق اللي ما تيشربش الماء. هنايا البنات الماكينه ديال سالات من العجينه، عطيتها واحد 5 دقائق ودلكات لي العجينه مزيان. دابا غادي نفكها من المول ديالها وغادي نحاول نجمعها شويه. غادي نحيدها من المول ونديها ونجيبها ونخليها ترتاح شويه. وبما درت العجينه ديال البيتزا ان شاء الله حتى هي درتها حدايا، غادي نعجنها دابا. غادي ندهن فوق بوطاجي وغادي ندير العجينه ديالي نجمعها، وغادي نبدا نجمع فيها دابا صافي. نخليها ترتاح شويه. وهنايا البنات درت شويه ديال معلقه كبيره ديال الزعتر، درت شويه ديال زيت العود، درت المعلقه كبيره ديال الحليب ديال النيدو، درت المعلقه الصغيره ديال الزبده باش تجي هشيشه. وان شاء الله ونعجن اول ما دافي، وقريت الملح على حسب الذوق ورديتها دابا تعجن. وهنايا دهنت العجينه ديالي باش خليها ترتاح شويه، عاد نرجع نقرصها ان شاء الله على حسب شحال القياس اللي غادي ندير في المملحات. غنخليها هنايا البنات ترتاح شوي. وهنايا وجدت حدايا طبيصير ديال الدقيق، وهنا غندير الماكينه تعجن البيتزا. باش ان شاء الله ما نجي نقرص هذا المالح تتلقى البيتزا ديالي سالت من العجينه حتى هي، ونرجع ان شاء الله ونحتى هي نقرصها. هنا البنات العجين ديالي ارتاحت. غادي نقطع القياس اللي بغيت ان شاء الله باذن الله وانتم معايا.
هادي هي عجينه ديال البيتزا البنات وشدتها. انا دابا دهنتها بشويه زيت العود، غنغطيها دابا باش ترتاح ونرجع تاني للعجينه الاولى. انا دابا رجعت معكم البنات العجينه الاولى، غادي نبدا نقرص ونعطيكم العبار ديال القياس اللي بغيت ديال العجينه. علاش درتهم قطعتهم بهذه الطريقه البنات؟ باش يكون عندي عبار واحد، ما تكونش وحده فيها وحده ولا اخرى صغار من الاخرى، يكونوا بحال بحال. هنا البنات بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو، ان شاء الله غادي يعجبكم الفيديو. نتمنى يا ربي يكملوا لي فيديو ان شاء الله باذن الله. انا البنات رجعت العجينه ديال البيتزا باش نوريكم الطريقه كيفاش تندير لها باش تجيكم مفشفشه. هانتوما شفتوا تنهزها من الجناب، من الجنب للجنب، ما تنعاودش نهز من نفس البلاصه، وتندورها وتنحاول نجمعها شويه وندهنها تاني ونغطيها باش ترتاح شي 3 المرات. وانا تندير لها هكا حتى ترتاح 5 دقائق وترجع تاني ندير لها نفس الطريقه، وتاني نحس بها ارتاحت تاني نرجع لها نفس الطريقه. عرفتي البنات كي تجي مفشفشه ما تشبعوش منها. هنايا البنات تاني تنقطع البيتزا طريقه ديال همبرجر، العبار اللي بغيت هذا هو القياس اللي غادي ندير ان شاء الله، ومازال غادي تنفخ. وبقاو معايا البنات تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله باش ما نطولش عليكم بزاف. هنا البنات ساليت الكراس ديال الهمبرجر، غادي نخليه يرتاح شويه بما خمر، وغادي ندوز للكراس ديال العيش. هنا البنات كما تلاحظوا معايا غادي نبدا نطلق العجينه بشويه بشويه، ما بغاش نكتر فيها الدقيق باش ما يجيش باين. هذه هي العيش ديال الشاورما. انتم دائما تندير هذه الطريقه باش ما تجينيش
رقيقة بزاف وما تجينيش غليظة. هانتوما العبارة غايبان لكم من هنا، تتقرصوها مزيان. والنسبة للطيابة البنات تطيبوها على المقلة، تقلبوا المقلة ديال المسمن وتطيبوها بحال الشكل ديال رفيسة. وغادي نطلق وحدة تاني قدامكم باش تشوفوا الطريقة ديالي. حاولوا ما تكتروش دقيق بزاف باش ما يجيكمش باين. وهاد الطريقة دايما تنديرها البنات باش تفيدوا الدراري من الماكلة ديال الزنقة. تقدروا ديروا العيشة في الدار، راه ما كاين ما احسن من العيش ديال الدار، واعره البنات تيجي. ديروا هاد الطريقة وغادي يعجبكم، وتيجي مقرمله، وتيجي حتى العجينه تحسي بها مقرمله في فمك، ماشي بحال ديال الزنقه. ولا بغيتو ديروها على التيساع تقدروا ديروها على التيساع وديروها في الثلاجه، ملي تبغيوها تلقاوها موجوده. هذه الطريقه ديالي البنات دائما تنديرها، ولا حطيت وحده فوق وحده ما تلصقش. تنحاول نشرح لكم مزيان البنات. بالنسبه لحنايا هادشي انا ولا يجيني هادشي ساهل، ولفت ديت عليه، ما بقاش تيجيني صعيب. في الاول ضروري يجيك صعيب، حقاش هادشي تيبغي الخاطر الصراحه الله. ولكن الا درتي واحد 3 ولا 4 ولا 5 وغادا كل نهار تديري شي حاجه تدي على هادشي صافي. هي الطريقه البنات. وان شاء الله يا ربي نتمنى يا ربي تعجبكم الطريقه ديالي ان شاء الله. وجربوا البنات وردوا عليا، ما غتندموش عليه ان شاء الله باذن الله. هانتوما كملت دابا التكراس. تقريبا غندير واحد 4 ولا 5 ونقطعهم بتقطيعه ديالي باش يجيوني ديك الصغيورين. ولا شاطت ليا عجينه تاني تنعاود ما تنخليهاش تطيح. هانتوما شفتوا كيفاش تيجي تتنفخ تبارك الله. بالنسبه للعيش الا بغيتو يكون عامر داخل تقدروا تحلوه بحال الطريقه ديال الحله ديال اللي تيتباع في الزنقه، ولكن في المذاق ماشي بحال تيكون مختلف، حقاش حنا تنديروا مقادير في العجينه، هما الله علم اش تيديروا. ما نبداش نتقلدوا، المهم وريتكم الطريقه ديالي. هذه هي الطريقه البنات. انايا دابا البنات خميره، العجينه ديالي طلعت في الخميره. غادي نبدا ان شاء الله ندير هذيك، حقاش ما عنديش الزيزوار في الدار غادي نخدمها بالموس. ندير الطريقه ديال نرشمهم شويه باش يجيو واحد ديكور زوين. وهنا خلطت البيض، درت فيه واحد نقيطه ديال الحليب وواحد نقيطه ديال الشوجه. هانتوما دابا نديرها بالموس، ولكن ديروا بالزيزوار حسن، الزيزوار تيكون ماضي، الموس شويه تيكون حافي. هذه الطريقه ديال البنات، كل وحده وكيفاش دايره الطريقه ديالها. نتوما تيبقى الاختيار ديالكم، ولا ما بغيتوش تفلحوهم ما تفلحوهمش، ولكن حسن تفلحوهم تيجي واحد ديكور زوين. هنا غنبدا ندهنها البنات وهانتوما معايا ان شاء الله باذن الله. بقاو معايا ان شاء الله تشوفوا معايا كلشي. هنايا البنات عندي انواع ديال الزرارع، عندي زريعه بيضة، عندي زريعه كحله، عندي الشوفان، عندي النافع، حبه حلاوه، عندي كلشي. هنايا في الطبسيل مخلط كلشي تبارك الله. بالنسبه للثوميات يبقى الاختيار لكم، الزرارع اللي حبيتو ديروه. هنايا عندي واحد الشكل تاني تاع الزريعه ديك الملسه، غادي ندير القياس اللي غادي نبغي نخدم به ان شاء الله. وعندي الجنجلان الابيض حتى هو ندير منه القياس اللي غنخدم به ان شاء الله. وانا وجدت معايا كلشي ان شاء الله.
وغادي نبدا نرش. عرفتي تيجي رائعه البنات، من المذاق من كل شيء. بالنسبه لدابا غادي نبدا نرش نكمل ان شاء الله، وغادي نبدا نورد عليه باش يجي لاصق. بالنسبه للزرارع البنات راه تيجي واعر في الخبز. ودابا نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال تيكون في الخبز في الداخل تتعجن معاه، وفي نفس الوقت ملي تكملي ترشيه من الفوق. الطريق هادوك اللي تيكونوا في المخبازات تيغليوهم شويه على حسب ديك الزريعه، وغنوريكم توليو ديروها في الدار. ومن ناحيه الصحي راه مزيان يكونوا هادشي ديال الزرارع يكون مخلط، تيكون داكشي صحي زوين. واللي ما بغاش يكون باين بحال هكا تقدروا تطحنوه، اتهروشوه مطحنوش بزاف. هنا كما تلاحظوا معايا ورقت عليها باش تجي لاصقه مني طيب، ما يتلاحش تيبقى لاصق. غادي ندير تاني هاد العجينه اخرى دهنها، وهانتوما معايا ان شاء الله. هانتوما تبارك الله ملاحظ كيفاش عطاو اللونين ديالو. هانتوما ما شاء الله اللهم بارك وزيد فرزق. غشت الطاوة الثانية من تحت منها باش تحمر ليا من تحت، عاد نطلعها الفوق ان شاء الله باذن الله يا رب. وهنا البنات غنرجع معاكم برجر نرش فيه بالجنجلان الابيض، هو ما تيجيش فيه الجنجلان. بالنسبه للزريعات الاخرين تيجي فيها الجنجال الابيض ولا الجنجال الاخر، حتى هي غادي نكملها وغنخشيها في الفران ان شاء الله. صافي البنات، هذه هي الطريقه ديال المملحه ديالي. تيجيو بهذه الطريقه هذه تبارك الله، تيجيو رطبين وهشاش ما شاء الله اللهم بارك وزيد فرزق. هانتوما تنورك عليهم برجر تيطلع الراس تبارك الله. بالنسبه للبنات في العماره غادي نشاركها معكم حتى هي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يا ربي، وغنبقى دائما نعطيكم الجديد وان شاء الله من هنا لقدام. بالنسبه للبيتزا البنات تجي بهذه الطريقه حتى هي تيجي فيها داك الفورس باين، وحتى هي من غادي نعمرها ان شاء الله كاع مملاحات غادي نشاركهم معاكم ان شاء الله في العماره ان شاء الله باذن الله. دابا وجدت هادشي دابا على الاتساع، ومن بعد من غنبدا نعمر فيهم ان شاء الله غنشاركها معكم تاني ان شاء الله يا ربي. بقاو معايا في الفيديو حتى الاخر.